يبدا فيش كذا طريق مختصر في البدايه، لازم يكون تعرف عن طريق مختصر وسهل وسهل. فخلينا اول شيء نخش في موضوع اللي هو موضوع مصادر الدخل او تعدد مصادر الدخل. انا ممكن صورت حلقه او حلقتين في ذي الموضوع، لكن احس انه لسه ابغى اتكلم عن الموضوع. هل انت شايف انه الحين انه لازم الواحد يقعد يشتغل ويكروف ومرسول ومدري ايش ومن ذي الوظائف، ولا في امكانيه انه نقعد نشتغل الكترونيا اونلاين؟ ولو في اونلاين ايش هي المصادر؟ ابغى شيء كذا ثقه، مو الكلام اللي روح حقق من اللي ايوه ابغى اقول لك اللي انا جربته. ايش اللي جربت انت وضبط معك؟ ايه وانت جالس في البيت. انا جربت اني اعرض خدمات. حلو. ايوه طبعا كل انا يعني اخر مره قد توظفت فيها يمكن في 2020 ما شاء الله. هذه اخر مره توظفت فيها. الباقي كله انه انا قاعد يعني اكمل على اجرب اشياء. ايش سويت؟ في النت وشيء زي كذا. جربت اني انا اخش اصلا في امازون في بي اي، بصراحه ما نجح معي. ولو جربت فنون وما نجح معي. طيب ما نجح معك اني اكون مصمم جرافيك، ما نجح معي. ما نجح معك لانه لكن الشيء اللي نجح معي ايوه دقيقه خلنا نرجع لا الغلط مني انا يكون. ايوه منك انت، يعني تبغالك كان تجتهد. ايه يعني تحس لو في واحد غيرك كان ممكن يضبط. انه مني ويبغى مبلغ، يبغى فلوس. حلو. هذا اول اشكاليه، يعني لازم يكون في عندك ميزانيه واصرار كمان، انه انت لازم انك تصر على نفسك ان انت تكمل في هذا الشيء. حلو. فحسيت انا يعني كان في بداياتي من زمان انه لما اجي ابدا حاجه انه اقول اوكي خلاص بديت فيها وما نجحت معي اروح اسحب عليها. انا كنت زي كذا. فدحين ذي الفتره ما صرت زي كذا يعني. هو انا احس عادي. انت اهم شيء انت تبي توصل للهدف صح. انت اهم شيء تطلع فلوس. ما ضبطت معك الخطه تروح للخطه بي، بس انت صملت ورحت مثلا صح. رحت للخطوه الثانيه. ايش الشيء الثاني اللي ضبط معك؟ اللي ضبط معي الثاني ان انا اقدم خدمات واني اكون اقدم فيها زي انه تصميم جرافيك ولا حاجه زي كذا، وتصميم مواقع سله ومتاجر سله. ما شاء الله. هذه كمان جربتها ونجحت معي مره. حلو. يعني صار مره كويس. كنت اسوق لنفسي في حراج. ما شاء الله. ايوه ايه حراج كويس انك جبت سيرته. والله العظيم انا اشوف انه كنز صراحه، لانه ما يحتاج له فلسفه. ما يبغى له تقعد تتعلم. يا اخي اي شيء عندك تصوره بكره بتلاقي فيه جت رسائل جت عندك، خصوصا بدايه الشهر او مع الرواتب. صح والله صح. طيب الشخص حتى الخدمات فيه تنفع. ايوه اكيد. انا صراحه ما جربت خدمات، جربت السلع. يعني يكون عندي مثلا تلفزيون في البيت كذا ابغى ابيعه، ابغى اصرف شيء، يجي طلبات كثيره صراحه. طيب الحين انت قلت بتقدم خدمات. طيب الخدمات هذه يعني انا ابغى اشوف الشخص اللي مثلا زي الحين انا مثلا ابغى اتعلم مثلا الثمبنيلز هذه حقت اليوتيوب، وماني عارف اتعلم وماني عارف كيف اقدم الخدمه. ابغى اتعلمها وابيع الخدمه. ايش اسوي؟ شوف انا اغلب الخدمات دي اصلا تعلمت. اكيد انت ما انت فجاه كذا عارف. اكيد كذا فجاه تعلمت بعدين. ايوه كلها من اليوتيوب صراحه. ما دفعت شيء ان انا اتعلم فيه صراحه. وفي بعض الخدمات انت ما يحتاج اصلا انك تدفع عليها. مثلا انت تعرف انك كيف تطلع مثلا وثيقه معينه في موقع حكومي. انت تعرف هذا الشيء. هذا الشيء انت يمديك تطلع منه فلوس. ترى انا قد طلعت من ذا الشيء فلوس. كنت اطلع وثائق عمل حر صح. وكنت اطلع ب50. والله اقسم بالله في ناس يطلعونها يمكن 300 150 صح. وفي ناس تدفع وربي. وفي ناس تدفع. ايوه انا كنت عمي اهلي من زمان قد جو يطلعون وثيقه عمل حر. تمام. يعني واحد من اهلي دفع تخيل دفع واحد كم 500 ريال. ايوه على وثيقه عمل حر. ايوه هذا يثبت لك انه الناس يعني في طلب. تطلع يا شيخ في طلب على الخدمات. ايوه اللي ما يعرف شيء وما له خلق يطلع بنفسه هو بيدفع لك عادي. وهذول كثير صراحه، خصوصا عندنا هنا في المنطقه. يعني ايوه مره كثير. الناس ما تبغى تسوي شيء صراحه، تبغى تدفع وتحصل خدمه. فانت المفروض الواحد يشوف ايش الشيء اللي عليه طلب، تشوف الشيء اللي عليه طلب ويبدا فيه تقدم وتسوي فيه. ايوه وبرضه مو شرط عليه طلب انه اي شيء انا اعرف اسويه. يا سلام. انا يمديني اطلع منه فلوس. صح. اي حاجه
اي حاجه انا عارف اسويها يمديني اطلع منه فلوس. صح، خصوصا الحين مع الذكاء الاصطناعي. اذا الواحد ايه كمل. المشكله يا اخي الحين برضو زي ما قلت لك مع الذكاء الاصطناعي وده، المشكله انت تعرف ايش الاشكاليه. انا مريت مثلا بالتجربه دي يا اخي، تحس انه في الحين من كثر تعدد الفرص صار الواحد تايه. يعني زمان ما كان في الفرص اللي موجوده الان. الحين من كثر انه عندك في اكثر من فرصه، يعني مثلا تقول والله بتقدر مثلا تفتح متجر الكتروني، شويه تقول والله اقدم خدمات، شويه والله تفتح قناه في يوتيوب، شويه لا والله في عندك طريقه اللي هي موجوده عند الاجانب اللي تروح اللي يقول لك الجراج سيل ومدري ايش، تشتري من المناطق هذه اللي بالجمله وتروح تبيعها في التطبيقات. فصار الواحد عنده اكثر من مجال، يقول خلاص انا بسوي دي وبسوي دي وبسوي دي وما يسوي اخرين ما يسوي ولا حاجه، ما يسوي ولا حاجه في النهايه. هذه المشكله. انا قد مريت في هذا الشيء. انا كل يوم امر صراحه في ذي الحاله. فانا ما ادري، هو حلو انه الواحد يتعدد المهام، يعني حلو انه يكون عندك حلو شيء، انه كمان يتعلم منه اكثر من شيء برضه. ايوه انا ضد ان الواحد ينحصر في شيء واحد. يعني انا صح. في بعض الناس تقول لي يعني انت خلاص عندك شيء ركز في هالشيء وسويه. انا صراحه اشوف لا، دام انك انت عندك اكثر من خيار تسويه فاوكي، ايش المشكله؟ بس المشكله انه حط الخيارين ودوس فيهم، ما توقف. ايوه هذا اهم شيء. انه اذا انت مثلا انا دخلت في هذا ودخلت في هذا ودخلت في هذا ودخلت في هذا وكلهم مثلا انه انا ماني مركز عليهم كويس، اكيد صح. كلهم راح يفشلون. صح. صح. يعني انت جرب بعدين ركز في شيء معين. تمام. طيب حلو. الان مثلا يتابع الفيديو واحد مره تحطم وراح دور وظائف وما حصل واموره مره ملخبطه، وشاف الفيديو كذا وجاء تحمس معانا مثلا، ايش اسهل طريقه بالنسبه لك انت تشوفها انه ممكن هو يبدا كذا مثلا بالجوال او بالكمبيوتر، يبدا يطلع يا اخي خلينا نقول 1000 ريال في الشهر او حتى اقل؟ انا متاكد انه الناس اللي قاعد اتكلم عنها هذه ما يفرق معها الرقم، تبغى بس تطلع فلوس. ايش اسهل طريقه انت تشوفها؟ أنا يعني اسهل يبدا فيش كذا طريق مختصر. بالبدايه لازم يكون تعرف على طريق مختصر وسهل. وسهل اي احد يقدر يسويه. ايوه الخدمات، ان انت تقدم خدمه انه تطلع على احد شيء معين، هذه صراحه زيرو خبره. هذه ما ينفع، ما يبالها خبره ولا يبالها اي شيء، وما يبغى لك راس مال تتفرج كيف يصير ولا شيء ولا شيء. انا كنت اطلع هذه الوثيقه في 5 دقائق واخذ عليها 50 ريال. صح. طيب مثلا الحين في مشكله عنده منافسين، ايش يسوي؟ مثلا بيجيك واحد بيقول لك يا اخي طيب انا الشيء اللي اسويه في 500 واحد زيي يسويه، طيب ايش اسوي؟ انا اكلمك بلسان الناس ترى كذا. في يجيك واحد سلبي يعطيك كل ما تقول له هذا سؤال حلو. ايوه كل ما تعطيه حل يقول لك والله كذا، يبي بس يصعب الموضوع. انا اقفل عليه كمان الطريقه، يعني ما اخليه صعب ولا شيء. اقول له انه انت عشان تكون مميز بين الناس ومميز بين كل احد مثلا يعرض خدمه ولا اي شيء زي كذا، اكتب وصف اعلاني مره حلو. يا سلام عليك. خليه يعني ايوه يخلي الواحد انه غصبا عنه انه يجي يعني معك. هذا اللي يميزك. ايوه مثلا انا اقول انه انا اذا اشتريت من عندي الوثيقه او انت يعني جيت عندي وسويت لك خدمه الوظيفه هذه، انا راح اديك ضمانه اذا انت ما انقبلت وثيقتك انا ارجع لك فلوسك. يا سلام. شفت كيف؟ كذا كل الناس راح يجون هنا. انت قاعد تلعب على وتر اللي هو زي ما يقولوا المشاعر او الشيء، تحاول تخليه كذا يرتاح. صحيح. تخليه انه ما يخاف او يشكك. ممتاز يعني يكتب وصف ممتاز من حقه يعني. صح من حقه انه يكون في ضمان. وكلها زي ما قلت انت، يعني ما يحتاج لها مره تقعد تتعلم يعني جدا سهله، يعني مية مهاره حتى يعني بالضبط. بالضبط. وغير الوثيقه في اشياء والله في اشياء كثير صراحه انا قاعد اشوف يا اخي في ناس اقسم بايات الله الى الان في 2023 يمكن تستغرب بس والله لا اعرف ناس الى الان ما تعرف تحجز تذاكر.
والله العظيم تذاكر حق الطيران ما تعرف هذا تحجزها. يمديك برضو يمديك تسوي منه. ايوه اقول لك فلوس. المشكله انه الواحد يفكر إيه. انه بالتفكير اللي هو يحسب يعني يقول معقوله ما حد يعرف. انت بتكون عارف اوكي بس غيرك ترى ما لا يعرف. لا انا برضو اكون. ايوه انا برضو كنت اقول نفس هذا الشيء، بس اللي طلع معي شيء عكس تماما. يعني انا مره كنت اقلب حراج اطالع الاقي واحد قاعد يقول خدمه وثيقه العمل الحر. قلت واللي كيف كذا في احد يعني يطلع فلوس من ذا الشيء؟ قلت خلني انا عارف اسويه، خلني اطلع منه فلوس يعني. صح فعلا صح. طلعت منه فلوس يعني. أنا- خلال ذا الشهر اللي انا اشتغلت فيه هذا الشيء، والله ما اتذكر كم الرقم بالضبط، بس يعني كان يعني حول 1000 حول 1500 شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف قاعد تسوق لنفسك طيب الموضوع؟ كيف قاعد تبدا تسوق حراج لنفسك؟ بس حلو بس حراج التطبيق اللي عندك. بس حراج. ممتاز والله كان مره كويس. مرة ناس كثير يجون. انا حراج صراحه ما جربت في الخدمات لكن في السلع مشى معي، واحس كذا عندي بعد كلامه قاعد احس انه في الخدمات بيمشي، لانه الان الناس صراحه في تعطش للخدمات اكثر. يعني السلع ممكن اي واحد يحصل، لكن الخدمه بحس انه خصوصا الخدمات اللي تخليه يربح، زي مثلا الوثيقه بتدخله في المتجر ويفك متجر ويكون نظامي، فانت بتختصر عليه الوضع. خصوصا انه الوثيقه ترى على فكره احس انه فيها برضو صعوبه كده في يعني احيانا تترفض، صح ولا انت اكيد في البدايات عندك خبره في ذا الموضوع لما تقدم عليها يصير رفض ويبغى لك تاخذ دوره واشياء زي كذا لا هو احيانا صح يجي رفض صح. انه انا اللي عشان كذا الناس طفشت خذ لهم الدور انا مثلا. تبغى شيء على طول، تبغى واحد يخلص على طول. صح عليك صح حلو. انا اصلا جلست فتره على بال ما اعرف كيف وش هم يرفضون على ايش، طب هم ايش يبغون، طب هي شهاده تنفع لهم، طب كذا يعني. بس وما يبغى خبره وما يبغى اي مهاره يعني، انت بس يبغى لك تفهم الوضع وبس. ومو لازم اللي يسوي هذا هالشيء، اللي يبغاه. ومو لازم اللي يسوي هالشيء واحد يكون يعني مطفر او انه يعني ما عنده وظيفه، عادي تقدر تخليها مصدر دخل ثاني لك، صح؟ يعني مو بالضروره انه انا الناس صح. مفكره انه الواحد اللي بيفتح مثلا متجر او بيقدم خدمات او بيسوي اي شيء عن طريق الاونلاين مفكرين انه هو مثلا هو مطفر او عادي. ترى الواحد يبغى يعني زياده دخل، وانا اشوف انه يعني خير وبركه اذا انا مثلا اطلع 2000 او 3000 او حتى 4000 من البيت اونلاين، والله احسن لي من وظيفه ب8 ساعات. ايوه مصدر دخل اضافي مره حلو، اكيد مره ممتاز. كمان كمصدر دخل اضافي مره حلو انه على وظيفتك زياده.